السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة حاجة حلوة، هنعمل مع بعض جاتو شاتو بس بالكريم كراميل مش بالشوكولاتة. اعملوها معايا وجربوا الطريقة دي بالظبط، بجد تحفة وطعمها زي العسل. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض واحنا شغالين. اول حاجة معايا كوباية لبن، هنشتغل النهاردة في الخلاط، سريعة وسهلة. كوباية سكر، معانا بقى العلبة اللي هي بتاعة الكريم كراميل يا بنات، بيبقى فيها كيس باودر وكيس تاني اللي هو الكراميل. تمام، احنا هناخد البودر ونركن الكراميل على جنب. هنحط كده الكيسة كلها على بعضها كده في الخلاط. بعد كده معايا كوباية من الزيت. يا ريت يا بنات نختار نوع زيت يكون لونه فاتح وريحته حلوة، علشان بيفرق برضو في الكيكة وفي النتيجة. دي خطوات بسيطة جدا بتفرق في طعم الكيك بتاعنا. هنضربه في الخلاط كده لحد ما القوام بتاعه يتقل. خدنا منه كوباية نحطها في التلاجة، وبقية الخليط في الخلاط برضو هنحط بيضتين واتنين باكت كده من الفانيليا، وبرضو هنضرب تاني. هتلاقي الخليط خف خالص. بصوا ما شاء الله الخليط لونه فاتح جدا. معايا بنات كوباية من الدقيق منخولة مرة واتنين، ذرة ملح، معلقة كبيرة من البيكنج باودر او الكيك شيف، تبقى معلقة كبيرة كده مليانة اهو زي ما انتم شايفين كده. هبتدي اضيف عليها، عندك معلقتين من النشا عايزة تضيفيهم براحتك برضو، تديها طعم حلو قوي. انا ما كانش عندي فما حطيتش. وزي ما انتم شايفين كده الكيكة طلعت زي الفل. شايفين قوام الكيكة عامل ازاي، قوام العجينة اول ما ترفعيها كده تلاقي سرسوب او خط ما بيقطعش. هنجيب بقى طاجن، انا حبيت اعملها بقى في طاجن، عايزه اقول لكم ان طعمها خطير. عملته بالسمنه او بالزبده، وبدرته كده برشه من الدقيق. صبيت الخليط يا بنات معايا خله من الاسنان او الشيش طاووق. هبتدي كده ايه اعمل خطوط فيها كده، علشان لو فيها اي فقاعات تروح. بتفرق جدا في شكل الكيكه بعد ما بتقطعيها. حطيتها في الفرن درجة حرارة 180 حوالي 35 دقيقة، يعني ما تفتحيش عليها قبل 35 دقيقة. لو حسيت لو دخلتي فيها الخلة او الشيش طاووق لقيتيها لسه فيها عجين، لا كمليها لسه 5 دقايق كمان. اديت لها وش على الشواية واستنيتها لما هديت. ما تبقاش سخنة قوي وما تبقاش باردة قوي، يعني استنيتها لما هديت كده، وعملت فيها ايه فتحات بخلة السنان كده، ونزلت عليها حوالي 4 معالق من اللبن. ما كتريش، وممكن الخطوة دي ما تعمليهاش. هنجيب بقى الكوباية بتاعت الصوص اللي احنا حطيناه في التلاجة اهو، هنبتدي نحطها كده على وش الكيك. معايا بقى الكيس بتاع الكراميل، هنبتدي ان احنا نحطه كده خطوط. عايزة تحطي خطوط دواير زي ما انتي حابة، هي كشكل اللي يعجبك يعني. اهو انا حبيت اعملها كده. هجيب بقى خلة السنان واعملها كده خطوط. طبعا الشرح والفيديو موضح اكتر من الكلام. بصوا عملت شكل حلو قوي اهو. بصوا ما خدتش وقت خالص، حطيتها في التلاجة حوالي ساعتين 3. انا صراحة بحب احطها في التلاجة. ابتدي بقى اقطعها، شايفين طلعت معايا بمنتهى السهولة، ولا لزقت ولا اي حاجة. بس شكلها عامل ازاي، ولما تتاكل ساقعة بيبقى طعمها احلى واحلى واحلى. شايفين سهلة بسيطة، ما خدتش مني تحضير 5 دقايق على بعض. وكمان انت بتاخديها بتحطيها في التلاجة بيبقى طعمها احلى واحلى. ما شاء الله الكيكة جميلة جدا يا بنات وهشة. زي ما قلتلك ممكن تستغني عن خطوة ان انت تشربي الكيكة بربع كوباية اللبن او 4 معالق اللبن. كده كده الكيكة بتاعتنا هشة وجميلة. اتمنى وصفتي تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.